الشعب يسأل والرئيس يجيب. مستمعينا الأعزاء، يتواصل اللقاء مع السيد الرئيس الأستاذ الدكتور محمد مرسي رئيس جمهورية مصر العربية. سيد الرئيس، بنرحب بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا. سيد الرئيس، المشروعات الصغيرة أمل الأمم، بتوفر فرص عمل ملايين، بتساعد في تنمية الاقتصاد، بتخفف الأعباء عن الدولة، لكن لا يحدث ذلك في ظل المعوقات اللي بتواجه المستثمر الصغير من عدم قدرة على الحصول على المواد الخام، عدم القدرة التسويقية، القدرة التنافسية أمام المستورد. عندي محمد اسماعيل جويش، صاحب مصنع ملابس بالمنصورة. احنا اصحابات مصنع ملابس وعددنا كبير على مستوى الجمهورية. المستورد تعبنا جدا، دي اللي عايز ابلغه سيادة الرئيس. المستورد اللي بيجي لنا من الصين وبتهرب من الجمارك، ويعني مهددنا بالتوقف عن العمل نهائي لعدد مصانع الملابس الجاهزة والعمال اللي موجودة فيه، يعني تعدي فوق ال4 مليون. نصر امام حافظ، 22 شارع ثابت عبد اللطيف من حسن تهامي البساتين. السؤال اللي هو الحرفيين اللي هم بيشتغلوا في الارابيسك والمهن التانية دول، لما بيجي عايزين يعرضوا في المعرض بيطلب فلوس كتير، وبيطلب رخصة للمحل او المكان اللي هم بيعملوا فيه، فمش متوفر لهم اماكن يعرضوا فيها لشغلهم. يعملوا ايه؟ لان الحرفيين ده موجودين في كل المناطق الشعبية. الشعب يسأل، ماذا يقول الرئيس؟ هذا سؤال مهم. قاطرة التنمية تحتاج إلى مشاريع كبيرة مثل المشاريع التي طرحتها في البرنامج الرئاسي الذي أتبناه، ومنها مشاريع زراعية ومشاريع صناعية ومشاريع ما بين الصناعة والزراعة والاستثمار والتجارة. وأيضا هذه المنظومة التنموية تحتاج إلى نظرة متكاملة للمشاريع الصغيرة والمشاريع متناهية الصغر، وهذه المشاريع توفر فرص عمل كبيرة، وأعتبرها حاضنة لقيادات الأعمال الجدد، لقيادات الأعمال الذين يدخلون إلى سوق العمل برؤوس أموال صغيرة. وقد اهتممت اهتماما خاصا في البرنامج الرئاسي الذي أتبناه بهذا الموضوع من منظور التدريب والتمويل والتسويق لهذه المشروعات، بالإضافة إلى الاهتمام بالتعليم الفني، وهو جزء أساسي ومهم لمشروع النهضة الكبير. أصحاب الهمة والإرادة الذين يحبون وطنهم يتحركون للعمل في هذه المشاريع الصغيرة، وأنا أدعمهم لكي يجدوا ويجتهدوا ويعملوا. من أمسى كالا من عمل يده أمسى مغفورا له. هذه يد يحبها الله ورسوله، اليد الخشنة التي تعمل. شكرا سيادة الرئيس.